ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة اللكلوك الجميل ده. هو ممكن من سن سنتين او سنة ونص، سنتين، ممكن لغاية 3 سنين، لان احنا عارفين ان التريكو من الحاجات اللي بتمط، يعني بيدي واسع، يعني ممكن من سن سنتين لغاية 3 وسنة ونص برضو يعني. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة دودو فور تريكو. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتدعموني باللايك والشير والكومنتات اللي بتفرحني جدا، وما بشوفها وبرد على كل واحد بيعلق على اي فيديو يعني. هنشوف كده. هنبتدي اول حاجة عندي هنا، هنبتدي بإبر 3.5 البليسيه، وعندي هنا إليز ميدي. إليز ميدي من الخيوط الجميلة، حلوة ومش بتوبر قوي، فيها نسبة صوف. ممكن برضو لو انتوا حابين تبتدوا على مثلا اللي هو هيمالايا افريداي، برضو جميلة للبيبي. بس هنا هيمالايا رفيعة شوية، انتوا حابين تشتغلوا بيها برضو يعني. هنشتغل مثلا لو بالرفيعة دي ممكن نعمل 39 غرزة، لكن ده هنا هنبتديه على 33 غرزة. هنعد مع بعض ونشوف هنعد ازاي. يعني مثلا انا عندي هنا انا عاملة 3 عدل و3 مقلوب. هنبتدي ادي اول 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 في 3 يعني ب33. يعني بداية اللكلوك ده هيبقى 33 غرزة. واللكلوك ده ممكن يبقى زي البوت كده، نستخدمه كده زي البوت كده. وطبعا هيبقى له فيه رباط لسه هنعمله، وفي الكورة بتاعة البامب دي هنعملها برضو سهلة وبسيطة، وهنعملها بطريقة سهلة يعني مش تاخد وقت. هنبتدي مع بعض بإبر 3.5 ونعمل 33 غرزة كده. بدأت 33 غرزة. طبعا عارفين كلنا غرز البداية، برضو ممكن افكركم بيها. انا بعمل كده بالطريقة دي غرز البداية. طبعا هنا انا عاملة 33 غرزة. نسيت اقول لكم، لو بالخيط الرفيع ده ممكن نخلي بدل 33 بنزودها تبقى 39 غرزة. 39 احنا بنعملها هتقبل القسم على 3. طبعا كل ما الخيط بيتخن بنقلل عدد الغرز، وبنستخدم إبر مقاس أكبر، وكل ما الخيط رفيع نستخدم إبر أقل. يعني هنا مثلا 3.5 وهنشتغل البليسيه هتبقى 3.5 ونشتغل على إبر 4 أو 4.5. هنا في الرفيع ده هنشتغل البليسيه على 3، والشغل بتاعنا ممكن لغاية 3.5، لأن هو برضو خيطه رفيع جدا، مش هينفع معاه 4. أحس إن 4 هيبقى واسع شوية، فهو الرفيع ده اخره 3.5. 3 بليسيه و3.5 شغل. هنا احنا هنشتغل 3.5. هنعمل 3 عدل و3 مقلوب، 3 عدل و3 مقلوب. هكمل السطر كده 3 عدل و3 مقلوب.
اخر غرزة انا بعملها مقلوب انها غرزة الحافة، يبقى اخر غرزة بخليها مقلوب عشان غرزة الحافة. وهشتغل السطر اللي بعده. اسحب اول واحدة وبعد كده هيبقى عندي 2 بقى مقلوب، لان انا اخدت منهم غرزة الحافة. بعدين 3 عدل، 3 مقلوب، وهكمل لغاية اخر السطر كده. ده السطر التاني. هشتغل السطر التالت. انا جيت عديت الاسطر دي، عرفنا بنعد ازاي من ناحية المقلوب كده اهو. لو شايفين اللي هو عامل ناحية المقلوب اهو، بنعد من هنا. ما ينفعش، صعب ان انا اعد من ناحية العدل. ده الوش اللي هو العدل المقلوب اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا هعمل 8 ابيض، ونرجع تاني نشتغل بعد كده بالاحمر. بعد ما خلصت كده ال8 سطور، نيجي نعد مع بعض. اول واحد ده مش بعده، بعد من اول 1 2 3 4 5 6 7، والثامن هو اللي على الابرة. هبتدي اشتغل بالخيط الاحمر. هيبقى برضو نفس النوع. لازم لما نيجي ندخل خيوط مع بعض تبقى نفس النوع ونفس السمك، لان احنا بنشتغل بإبرة مقاس إبرة 1. هنبتدي اربط الخيط في الطرف بالشكل ده كده، اعديه كده واربطه. وهبتدي اشتغل الاحمر برضو نفس الطريقة. اول واحدة بسحبها، لا المرة دي مش هسحبها عشان هغير اللون، هشتغلها عشان هغير اللون. وبعدين هشتغل بقى 3 عدل، 3 مقلوب، 3 عدل، 3 مقلوب. اللكلوك ده هيبقى ان شاء الله ليه برضو ايس كاب، علشان يبقى طقم مع بعضه ينفع في الكريسماس. وان شاء الله برضو هنعمل ايس كاب عليه رسومات مثلا زي بابا نويل، نتعلم الحاجات الجكار. ممكن ابقى اعمل لكم الرسمة فيديو لوحده وانتوا تنفذوها. ورسمة القلب برضو من الرسومات الجميلة اللي بتتعمل بالجكار، نعملها برضو مع بعض. هكمل بقى لغاية اخر السطر. هنشتغل لما نيجي نعد برضو، يعني هشتغل بقى لغاية الجزء الاحمر، لغاية لغاية ما هاجي لمكان الخروم دي الخروم اللي احنا هنعمل فيها الرباط. لان طبعا لو طفل صغير لابسه كده من غير رباط هيقع منه، فلازم تكون ليها رباط. وهنتعلم نعمل الخروم دي ازاي. هشتغل بقى بالاحمر، نعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هنشتغل 16 سطر تاني بالاحمر، يعني الجزء ده كده، وهنمشي زي ما احنا ماشيين بالابيض هنمشي بالاحمر.
3 عدل و3 مقلوب. اشتغل معاكم السطر ده، اول واحدة هسحبها، بعدين اشتغل 3 مقلوب، 3 عدل، 3 مقلوب، 3 و3 بتبقى شكلها اشيك. وده طبعا البليسيه. وهكمل بقى لغاية اخر السطر، واكمل كمان الجزء ده وارجع لكم نعمل الخروم دي مع بعض. كده عملنا 16 سطر الاحمر. هنبتدي بقى نعمل اللي هي الخروم دي اللي بيتحط فيها الشريط اللي بنربط بيه. هنبتدي بقى، هسحب اول واحدة، هطلع الابرة لقدام كأني هشتغل مقلوب، وبعدين هشتغل 2 مع بعض. هطلع تاني برضو الابرة لقدام، سوري الخيط لقدام، وبعدين اشتغل 2 مع بعض. كده هي بتعمل واحدة، يعني انا بقفل واحدة، باخد 2 في واحدة وبزود واحدة، فبيعمل الخروم اللي احنا شايفينها دي. هحط برضو الخيط قدامي كده كأني هعمل مقلوب، وبعدين هعملها عادل، باخد 2 في واحدة عادل بالمنظر ده كده. نقرب الكاميرا شوية. ادي واحد قدام، وبعدين هدخل 2 كده، اعمل واحدة كمان معاكم. دي واحدة. هكمل بقى بقية السطر بالشكل ده. هاجي السطر اللي بعده، هشتغل المقلوب مقلوب والعدل عدل. يعني انا كان هنا كله مقلوب، يبقى كله مقلوب. هنا كانوا عدل 3، يعني 3 عدل و3 مقلوب. واحد، 2، 3. لو تلاحظوا بدأت الخروم تبان اهي. تلاتة عدل، 3 مقلوب، 3 عدل، 3 مقلوب، 3 عدل و3 مقلوب. هكمل بقى عادي خالص. هشتغل برضو لو لاحظنا هنا بعد الخروم في حوالي 1 2 3 4 سطور تاني قبل ما اشتغل الجزء اللي هو ده. يعني هشتغل فوق الخروم 4 سطور. ده اول سطر، تاني سطر 2، هكمل ال4 سطور وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت 4 سطور فوق الخروم هبتدي اقسم العدد اللي عندي على 3. هاخد 3، يعني هما 33، يعني هنا 11
وفي النص هيبقى 11 وفي الجنب التاني 11. هبتدي هشتغل في الجزء اللي في النص. فهعمل ايه؟ هاخد ال11 الاولانيين واحطهم على فتلة كده عشان ما يتلخبطوش او ما يقعوش. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده 11. اللي في النص بقى هشتغلهم برضو، هيبقى واحدة عدل واحدة مقلوب. هنعمل الغرزة دي. الغرزة دي حلوة جدا، شكلها كمان شيك قوي كمان في البلوفرات، شبه غرزة الرزة، بس الرزة بنغير كل سطر، دي بنغير كل سطرين. العدل نخليه مقلوب والمقلوب نخليه عدل. هنعملها مع بعض. هشتغل اللي في النص، طبعا هفصل الخيط هنا الاحمر وابتدي اربطه تاني من اول هنا. وهبتدي اغير كمان الابرة، نشتغل برقم 4 أو 4.5. طبعا هنا احط ال11 الاولانيين دول كده على الفتلة، اسيبها كده عشان ما يقعوش مني. هبتدي بقى اشتغل واحدة عدل واحدة مقلوب، واحدة عدل واحدة مقلوب. طبعا هنا غيرنا الابرة، اشتغلنا على 4، واحدة عدل واحدة مقلوب لغاية ما اخلص ال11 اللي عندي. وبرضو ال11 اللي على الطرف هحطهم على ابرة بفتلة كده بالابرة التنظيف بتاعتي، باخدهم واحطهم اسيبهم على فتلة المنظر ده كده. هبتدي اشتغل بقى هنا بالابرة التانية كده. انا غيرت الابر بتاعتي، هشتغل واحدة عدل برضو واحدة مقلوب. ببتدي اغير تاني سطر، يبقى انا بشتغل واحدة عدل السطر الاول، واحدة عدل واحدة مقلوب، واحدة عدل واحدة مقلوب. السطر اللي بعده برضو فوق العدل عدل والمقلوب مقلوب. وبعد كده ببتدي اغير، ببتدي اغير، يبقى الاتنين العدل عدل والمقلوب مقلوب. هبتدي بقى في السطر او نحفظها لما بنبقى على الوش. احنا كده هنا على الوش اهو، ده الوش بتاعنا. في الوش بغير المقلوب عدل والعدل اخليه مقلوب، يعني دي عدلة هسحبها مقلوب وبعدين اشتغل دي عدل وبعدين اعكس بقى، دي عدلة دي مقلوبة اخليها عدل ودي عدلة هخليها مقلوبة. دي طبعا باينة اهي مقلوبة عندي هخليها عدل. اشوف الغرزة عشان ما تلخبطش، ادي دي مقلوبة يبقى دي اخليها عدل، دي عدلة اخليها مقلوبة. لكن من وانا على الظهر بخلي العدل عدل والمقلوب مقلوب. هقلب الشغل، جيت على السطر التاني هخلي ده مقلوب اهو، هخليه برضو مقلوب عدل مقلوب عدل. هشتغله زي ما شايفة قدامي.
عدل مقلوب، لما اوصل للوش ادي الوش بتاعي اهو، هعكس بقى، اسحبها عدل، وبعدين دي عدلة اخليها مقلوبة، ودي مقلوبة هخليها عدلة، دي عدلة هخليها مقلوبة. خلاص حفظنا. هو السطق سهلة خالص يعني، مش صعبة، بس بتدي شكل حلو من الغرز الجميلة. عملت منها قبل كده جاكيت مقاسي يعني. هكمل بقى المسافة دي واقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده اشتغلت 10 سطور. هنعدهم ازاي عشان ما نتلخبطش؟ احنا عارفين ان كل 2 سطرين فوق بعض، يعني مثلا 2 عدل فوق بعض اهم، و2 مقلوب، 2 عدل، 2 مقلوب، 2 عدل. يبقى هعد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده 10 سطور. هبتدي بقى نعمل ايه بقى؟ هبتدي اخد القط الغرز اللي هنا دي، ال11 غرزة اللي هنا، القطهم على الابرة كده بالشكل ده. خلي بالي بس عشان مفيش غرز تقع. بعد كده هلقط غرز من هنا من الجنب ده كده، هلقط حوالي من 8 ل10، يعني زي ما تيجي معاكم، يعني 1 2 3 4 5 6 7. احاول القط 8 او 10 غرز كده. لقطت 8. هبتدي اخد بقى كمان دول اسحبهم كده برضو على الابرة. هنجيب كل ده على ابرة واحدة، اخد دول كمان على ابرة كده بالمنظر ده كده، وبعدين هقلب الشغل كده الناحية التانية والقط برضو كل الغرز دي على الابرة التانية كده. والقط زي ما انا لقطت هنا 8 هلقط برضو هنا 8 بالشكل ده كده. دي 1 2 3 4 5 6 7 8. وابتدي بقى اخد كل الغرز على الابرة دي كده كلهم، يعني هيبقى كل اللكلوك على ابرة واحدة. اخدهم كده من غير شغل الاول، وبعدين هبتدي اشتغل بقى، اربط الخيط من الطرف من هنا كده، وابتدي اشتغل نفس الغرزة اللي احنا بنشتغلها برضو، واحدة عدل وواحدة مقلوب، والسطر اللي بعده برضو واحدة عدل وواحدة مقلوب، فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب. بعد كده السطر
التالت بنغير، او ناحية العدل بنغير. هبتدي اربط الخيط اهو بتاعي، وهشتغل بقى واحد عدل واحد مقلوب، واحد عدل واحد مقلوب، واحد عدل واحد مقلوب، واكمل لغاية اخر السطر. السطر اللي بعده برضو فوق المقلوب مقلوب، وفوق العدل عدل، دي مقلوبة يبقى مقلوب، وهكذا بقى. هشتغل شوية كده وارجع اقول لكم انا اشتغلت قد ايه. كده اشتغلت 8 سطور. هنبتدي بقى نحرد الحردة بتاعة الكعب. هاخد اول 2 بالطريقة دي واشتغل عادي خالص، هكمل برضو السطر للاخر واخد 2 برضو من هنا. كده خلصت السطر الاول في الحردة. بس هقلب الشغل، هاخد اول 2 برضو من هنا كده واشتغلهم، واشتغل برضو الشغل بتاعي عادي خالص، واكمل برضو لغاية اخر السطر. قلبت الشغل تاني، هاخد برضو من الجهة دي 2 هقفلهم واشتغل عادي برضو، واكمل لغاية اخر السطر. في اخر سطر بقى هنا برضو هقفل 2 كمان، واكمل الشغل بتاعي. يبقى انا قفلت هنا 2 وبعدين رجعت قفلت هنا 2 وبعدين 2 كمان وبعدين هنا 2، يبقى من كل جهة قفلنا 2 و2 و2 و2. هكمل السطر الاخر وده هيكون اخر سطر. بعد كده هنقفل الشغل بتاعنا. كده خلاص خلصنا اللكلوك. هنبتدي بقى نقفل الغرز بتاعتنا عادي برضو زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. بشتغل واحدة، بعد كده اجيب الاولانية على التانية، بشتغل واحدة اجيب الاولانية على التانية، بالطريقة دي لغاية اخر السطر. هخلص انا بقى عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده خلصنا اللكلوك بتاعنا.
ابتدي بقى اقص الفتلة واقفل. فاضل بقى ان احنا نخيطه. هنبتدي بقى نخيطه. هنحط طبعا عندنا هنا ده الظهر وده الوش. هنقفل كده ونخلي الظهر هو اللي قدامنا. نبتدي بقى نخيط. طبعا كلنا عارفين الخياطة سهلة يعني، بس احنا هنعمله بطريقة عشان ما تبانش وما يبقاش فيه جزء هنا يضايق الطفل الصغير. هنبتدي ناخد غرزة من هنا كده وغرزة قبالها كده. ابتدي اقرب تاني كده. غرزة كده وشد، تخيط كويس. بالطريقة دي وكمل بقى لغاية الاخر خالص. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ضلع الغرزة من هنا وضلع من الغرزة من هنا لغاية ما اكمل للاخر خالص. اول ما اوصل اللكلوك في الخياطة للجزء كده اللي في الاخر خالص، هبتدي اعمل زي سراجة خفيفة كده بالشكل ده، عشان انا عايزة الم الدايرة دي، الجزء ده كده المه يبقى زي دايرة كده، واروح شادة الفتلة بالشكل ده كده. يعني انا الجزء ده كده سرجته السراجة دي، بعد كده هروح شادة كده فهيروح لامم مني بالشكل ده اهو، علشان اللكلوك ما يبقالوش بوز قوي كده، يبقى واخد شكل الدوران بالشكل ده كده. ابتدي بقى اخد الجزء ده كده واثبته كده. خلاص ثبتناه. بعد كده بقص الفتلة بتاعتي. الجزء ده عندي بالابيض، هخيطه برضو بالابيض بلاش احمر يعني علشان ما يبقاش باين برضو، واعمله زي ما احنا عملنا اللي قبل كده. هثبت برضو الطرفين على بعض واخد برضو الضلع ده مع الضلع ده من الغرزة بالشكل ده. واكمل لغاية الاخر بقى، اكمل الابيض واثبته، وبعدين هكمل خياطة الاحمر زي ما عملنا بالجزء ده
كده خلصت كل الخياطة بتاعته. هبتدي بقى الفتل اللي طالعة دي ندخلها جوه الشغل بحيث انها ما تبانش، ودي اسمها تنظيف الخياطة. نبتدي ناخد كل فتلة وندخلها جوه الشغل، هنضمها كل فتل كده طالعة ندخلها في الإبر، ونبتدي ندخلها في الخياطات من غير ما تبان بالشكل ده. ونقص الفتل اللي طالعه بره. كل الفتل بقى بالطريقه دي عشان مفيش حاجه تقر مننا، وفي نفس الوقت يبقى عندنا الشغل بتاعنا نضيف مفهوش فتل. نكمل بقى بقيه تنظيف الفتل وارجع لكم تاني. كده خلصنا التنظيف كله، ونبتدي بقى نقلب الشراب كده. ممكن لو احنا عايزينه بالطول ده كده يتلبس بالطول ده، وممكن نعمل له شكل كده جمالي يتلبس كده. هنعمل بقى مع بعض كمان كورة البامب دي. اول حاجة بلف على، لو انا عايزة كورة متوسطة زي دي كده هلف على صابعين كده بالشكل ده، ولازم اعد اللي انا بلفه علشان كل الكورة، يعني مثلا انا عمل كورتين هنا يبقى الاتنين قد بعض، علشان ممكن عدد اللفات يبقى اقل من التاني او اكتر من التاني، فلازم اعدهم. لو عملت مثلا في واحدة 50 لفة يبقى هنا برضو 50 لفة بالشكل ده. بعد ما لفيت حوالي من 50 لفة هبتدي اربط عندي الخيط كده بالظبط من النص بالظبط بالشكل ده. اربط جامد قوي كده وثبته، ممكن بالابرة برضو. احاول اثبت كويس برضو بالابرة عشان ما يفكش، واربطه بعد كده ربطة جامدة. اثبت عندي الابرة بالشكل ده. هبتدي بقى اقص من عند الاطراف كده بالشكل ده، وبعد كده اساوي بقى اقصر الخيوط دي كده. كده عملته لغاية متأكدنا الاتنين قد بعض. هنبتدي بقى نجهز الرباط اللي هنربط فيه. لازم هيبقى فيه هنا رباط هيبقى نثبت فيه الكور دي. الرباط ده بيتعمل بطريقتين، يا اما نعمله بالكروشيه ابرة الكروشيه،
يا اما بنعمله بان احنا بنبرم خيطين على بعض كده، هوريهولكوا برضو بطريقة سهلة. يعني باخد فتلتين، بحسب بقى طبعا الدوران بتاع اللي هياخده في اللكلوك. هنقول مثلا الطول ده كده عشان اعمل حساب ان في فيونكة وكده، هيبقى الطول ده هاخده طوله 4 مرات، يعني 1 2 3 4. عندي 4 فتل كده جنب بعض، هبتدي افتحهم، هربط الجزء الاولاني كده وهبتدي ابرم الجزئين دول كده. بس لازم اكون شادة الخيط، يكون حد قدامي ماسك الخيط او انا مثبتاه في حاجة. بعد ما برمت الفتلتين بالشكل ده هبتدي بقى ادككها في اللكلوك. ندكك الخروم اللي احنا كنا عاملينها، نبتدي ندككها كده. سهلة التدكيك بقى بالشكل ده كده. بعد ما خلصت التدكيك هبتدي بقى اثبت البكر بتاعي. هثبت بإبرة عادية في الشغل بتاعي بقى، الخيط كده اروح مثبتة وابتدي اثبت الكورة فيها كده بالشكل ده، واخيطها مرتين 3 كده لغاية ما تثبت. وكده خلصنا اللكلوك، طلع جميل جدا. ممكن بقى نعمله فيونكة مثلا كده، وممكن يبقى مفروض بالطول ده كده، وممكن نتنيه بالشكل ده. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.